السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان مبارك سعيد. الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة والتيسير والرزق ان شاء الله وباش ما كتمنوا في حياتكم. اليوم ان شاء الله ضمن تحضيرات رمضان غادي نشارك معكم حريرتي، الحريرة المغربية اللي ضرورية في كل مائدة الإفطار بطريقة سهلة وبدون تعقيدات، من أسهل ما يكون في الساعة تنوضي توجديها، وبالفعل كتجي بنينة بنينة ولذيذة بزاف، واللي يشربها عندي ما كيشبعش منها. ولهذا تابعي معايا المراحل وطريقة التحضير. في واحد طنجره ديال الضغط غادي نضيف زلافه ديال الحمص اللي كيكون منقوع من قبل، يعني كتكوني مرقداه قبل بطبيعه الحال. وعندي واحد البصله اللي كنكون طحنتها في المولينيكس اولا دوزيها في الهاشوار كما بغيتي. وعندي الحبات ديال المطيشه، حبات الطماطم اللي يكونوا طايبين بهذا الشكل هذا، نكونوا قطعناهم، غسلناهم مزيان وقطعناهم وغنطحنوهم بالقشره ديالهم كنأكد عليها بالقشره ديالهم. وغادي نطحنوها كلها، غادي نحطوها في الطنجره. وغادي نضيف عندي هنا ربطه ما بين القزبر والمعدنوس والكرافس، يعني كنكون قسمتهم على جوج. الاولاني اللي قطعت طحنته في المولينيكس، والثاني قطعته غير بيدي طريفات صغارين اللي غادي نضيفهم حتى الاخر. وغادي نزيد طريفات ديال العظومه ديال اللحم اللي تنسيم باش كيطلقوا داك الليدم ديالهم في الحريره وكتجي بنينه. وغادي نضيف ملعقه صغيره مملوءه من سكينجبير، وغادي نضيف ملعقه مملوءه جيدا من الخرقوم البلدي، وربع ملعقه من الابزار. الحريره ما كتبغيش الابزار بزاف باش كتجي بنينه، غير ربع ملعقه صغيره. وهاد الكوكوت عندي كتهز السيترو، وبهذا كتاخذ ليا العبار ديال جوج معالق صغار عفوا، يعني معلقه كبيره تكون ما عمراش ديال الملح. وغادي نضيف زيت المائده، وغادي نزيد عليهم تقريبا 2 لتر ديال الماء. غادي نضيف اللتر الاول، غادي نفرغوه، يكون بارد من طبيعه الحال يعني من الصنبور بلا ما تطيبوه. غادي نفرغو كله، وغادي نحرك هاد المكونات هادي واحد شويه. من بعد غادي نزيد لترو الثاني. وغادي نزيد نفرغ الاترو الثاني باش يكون المجموع 2 لترو، يعني كندير النص ديال الكوكوت ديالي، كندير النص ديالها وكنحطها طيب. كنحطها طيب تقريبا غير واحد نصف ساعه، واحد نص ساعه، على ما يطيب داك الحمص ويشد الطياب في داك اللحيمات اللي درت. صافي من بعد كنحل عليها عاد غادي نبدا ندورها. غادي نسد عليها مزيان، وغادي نضيفها فوق النار اللي يكون مجهد. ملي تبدا الكوكوط تصفر غادي نقصلها وندير نار متوسطه، وغادي نحسب ليها نص ساعه وغادي نحل الكوكوط. من بعد ملي غادي تدوز الوقيته ديالها ديال الطياب غادي نرجعوا باش نكملوا المراحل. كما قلت لكم غير تبدا تصفر ديك الساعات غتنقصوا البوطه، غتنقصوا النار، غادي ديروا نار متوسطه. من بعد ما طابت نتوما كتشوفوا غادي نهز الحمص وغادي نشوف واش دخلوا الطياب، يعني واش طاب. ديك الساعات عاد غادي نكمل المراحل. غنهز واحد الحبه ديال الحمص بحال هكذا، وكما كتشوفوا راه هو طاب. وغادي نمشي باش نضيف مركز الطماطم اللي غنكون درت 2 معالق يكونوا مملوئين جيدا يعني معمرين. غادي نخلطهم مع كاس ديال الماء، وغادي نفرغهم بهذا الشكل. وغادي نزيد داك القزبر والمعدنوس والكرافس اللي كنكون خليتهم من الاول. كما قلت لكم كتكون عندي ربطه كنقسمهم على جوج، الاولاني كنطحنو والثاني كنقطعو طريفات صغارين بهذا الشكل هذا. غادي نضيفهم حتى هما، وغادي نزيد واحد ضامه البنه. غادي تقولوا لي ماشي صحيه، ولكن راه بها باش كتجي الحريره بنينه. تقدروا ما تضيفوش، يعني تقدروا تستغناو عليه في هذه المرحله هذه. وغادي ندوروه بالدقيق. غادي ديري واحد نص كاس ديال الدقيق، نص كاس ديال العنبه، وتخلطيه مع كاس ونص ديال الماء، وغادي تفرغيه. وديك الساعات غادي يبان لك الا كان القوام ديالو قاصح يعني ثقيل غادي تزيدي فيه الماء وتخليه يطيب. الا كان القوام ديالو يعني هو هذاك ما بين وبين، هذيك هي الحريره. والا كان خفيف بزاف كتزيدي الدقيق، كتزيدي واحد المعلقه ولا 2 معالق على حسب عينك ميزانك. المهم حتى كتكون الحريره ديالك عقادت، ماشي بزاف، غير واحد شويه. غادي نزيد نعمر الكوكوت ديالي، غادي نعمرها كامله.
وديك الساعات غادي نشوف الدقيق واش خاصني ولا ما خاصنيش. انا احتاجت ليه غير ديك النص كاس اللي ضفت، هذاك هو اللي احتاجت ليه الكوكوط. وانتي الا كانت عندك الكوكوط كبيره راه كتزيدي الدقيق كما قلت لك معلقه حتى 2 معالق، يعني عينك ميزانك باش كتبان لك الحريره عقادت. انا غادي نضيف داك الدقيق داك عفوا داك المزيج ما بين الدقيق والماء. وبالمناسبه من الاحسن تخلطيه وتصفيه الا ما كنتيش غديريه في مولينكس، والا كنتي غادي تطحنيه من الاحسن باش ما كيبقاش داك الحبيبات ديال الدقيق يبانوا لك في الحريره. المهم غادي نخليها حتى تطلع فيها الغليه، وديك الساعات غادي يبان ليا واش القوام ديال الحريره ديالي هي هذيك او لا نزيد فيها شي حاجه. غادي نزيد نضيف واحد الملعقه ديال السمن، ملعقه صغيره. السمن اللي ضروري كما كتعرفوا في الحريره، واللي ما عندوش السمن يدير زيت العود، يعني يضيف واحد شويه ديال زيت العود، واحد 2 معالق كبارين حتى 3. غادي نفرغ وكما كتشوفوا القوام ديالي هي هذيك، والحريره ديالي ما خاصها حتى شي حاجه. غادي نخليها طيب مزيان، تاخذ حقها في الطياب على حسب داك الدقيق حتى هو خصو يطيب مزيان باش ما يضرناش راكم عارفين. فمن الاحسن نخليوها طيب على نار متوسطه، يعني تكون ناقصه على متوسطه واحد شويه حتى كتوجد الحريره ديالنا. ملي نعرفوا راه الحريره طابت غادي نضيفوا الشعريه ديال السفه ديك ديال الرقيقه. غادي نضيف واحد الحفنه بيدي صافي، هي دغيا راها كطيب. غادي ندورها واحد تدويره خفيفه، ومن بعد فاش غادي نحس بهم طابو وديك السفه طابت غادي نطفي على الحريره. بطبيعه الحال ملي كتبقى تبان لك هاد الكشكوشه هذه من الاحسن تحيديها، انا كنحيدها. ديروا هاد الطريقه ديال الحريره راها من اسهل الطرق وكتجيب الفعل بنينه، تشربي 2 3 وما تشبعيش منهم. من طبيعه الحال الحريره المغربيه معروفه في كل منزل، يعني غير هي الاختلاف اللي كيكون بيناتنا كل واحد وكيفاش كيصاوبها. اليوم قلت غادي نشارك معكم الطريقه ديالي من اسهل الطرق، يعني ما كنعقدهاش كاع، كلشي كنحطو يطيب كلشي، يعني بدون تعقيدات. وهذه هي الحريره، فالنتيجه ديالها راها باينه كتشهي. وكنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم واستفدتوا منه، علاش لا. وما تنساونيش بالتشجيع ديالكم، راه التشجيع ديالكم هو اللي كيخليني نستمر. وغادي نفرغ واحد الزلافه وغادي تشوفوا كيفاش القوام ديالها. هانتوما القوام ديالها راه كيبان، كتجي من اروع ما يكون، حريره لذيذه بزاف، شحال ما شربتي منها ما غتشبعيش. والى فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.